مشكلتك انك مكش منجم تكمل. مشكلتك انك مكش منجم تبدأ في حاجة وتكمل فيها للآخر. ديما تعملها مرة 2 3 وتوصل نقطة معينة وتحبس. يمكن تعملها شهرين، يمكن تعملها 3، يمكن 6، يمكن عام وتحبس. مهما كان صفتها، سبور، خدمة، موسيقى، ارت، فهمت؟ a certain practice اللي لازمك تعمله بريسك كل يوم ولا مرة في النهارية. توصل تعمل مدة معينة وتحبس، لدرجة انك انتي تولي ترى انه انتي you're not designed باش انك تكون consistent. you're not designed باش انك you achieve long term goals. you give up on yourself وتدخل في cycle متاع distractions, a cycle متاع instant gratification just باش انتي ما تخممش في الحكاية ذيك. وزاد انك انتي you accept the fact اللي ما تنجمش وقت اللي هو لا. الحكاية من أصله ماهيش غلطك، يا عندك جانب منه، معناها تتحمل مسؤولية جانب من الخطأ، أما الخطأ معظم الخطأ مش ذنبك انت توا قاعد تعيش في وقت قايم على الديستراكشنز، وقت قايم على الدوبامين، وقت اللي هو ماهوش قايم على انك انت تقعد بينك وبين روحك وما تعمل شيء. توا انت في وقت برشا حاجات دايرين بيك اللي هما they're seeking your attention, they're seeking your attention desperately. من الاخر احنا توا في وقت اللي الدوبامين فيه turned into a currency, and your attention is the product. تستعمل فيها الحاجة ديك بليش؟ الابس هذوكم distractions هذوكم you think they're for free اما they're not. يقول لك if you're using something for free, know that you are the product. احنا توا في وقت اللي هو designed in a way انك انتي you will not achieve long-term goals. A lot of seductions اللي قاعدين يقولوا لك اللي لا ميسالش، مش لازمك راهو تخدم وتعمل إفور لمدة طويلة باش توصل لك النقطة ذيك. هاو نعطيوك احنا short and quick dopamine hits، حاجات تعطيك دوبامين فيسع، instant gratification, instant reward، وسايب عليك ما عندك علاش باش تغزر البعيد البرشا قدام. جيست هنا توا مرتاحين فرحانين قاعدين ناخذوا في الدوبامين متاعنا وكها. مانيش راهو I'm not an anti-dopamine person. Dopamine actually is a good thing, and if used very well نجم تعمل به برشا حاجات طيارة. أما زادة كيف أي حاجة وقت اللي تكثر برشا تولي مشكلة. انت تصحاب انه مشكلتك انك انت مكش منجم تكمل حاجة للأخر. انت أصلا مكش فاهم كيفاش تنجم تكمل حاجة للأخر. ثم two concepts لازم تفهمهم مليح إذا كان انت interested باش انك تكون a disciplined person. First, momentum اللي هو انه momentum باش نفسلك momentum I can explain it visually. معرفش كان تعرفوها كالنواس هذاك اكلي برشا هكا كور مربوطين، فهمت؟ وحابسين في بلاصتهم. دونك انت تاخذ وحده كوره من الجناب، تطلعها تسيبها بف، تضرب الكوره ذيك وتخرج الكوره الاخرى من الشيره الاخرى، فهمت؟ وتبقى هكاكا وبعد يبقاو في نفس الريتم يمشيو ويجيو يمشي ويجي كما يقولوها. هذاك is called momentum. Momentum هو is when a certain movement takes a rhythmic goes on a rhythmic mode وما عاد just الحاجة دي قاعدة تصير based on effort أما it becomes something of nature. بالوقت كي تبقى تتعاود it becomes something of nature. The second concept اللي هو consistency هو انك انت تعاود الحاجة ديك repeatedly over a long period. هذوما الحاجتين الزوز
مهمين برشا إذا كان أنت تحب you want to achieve discipline. كيفاش باش you achieve those things? That's the trick. The concepts are easy, but the way to achieve them is difficult. Let's first understand the science behind dopamine. شنو هو الدوبامين بمعنى علمي؟ الدوبامين هو is a certain molecule that works to reward you. It gives you this rewarding feeling. انت كي تعمل حاجة ما نعرفش تتفرج في ريل هكا محلاها، تسمع موسيقى عرفت فيها هكا energy وكل شيء، كيف ما نعرفش أنا you eat your favorite food, you drink your favorite drink. That's dopamine. Dopamine is a molecule اللي هو goes to your brain. فهمت؟ كي تعمل انت اكسيون من الاخر it's the reward molecule. دوبامين توا ومن قبل يتسمى من اكثر الموتيفيتورز للهيومن اكشن. انت خويا you cannot achieve a certain من الاخر انت your actions are mostly driven by dopamine. فهمت؟ يعني انت كي باش تعمل حاجه ديما باش تشرب باش تاكل باش تعمل اي حاجه دوبامين has a part in it. دوبامين عنده دخل في الحكايه ذيك ولو جزئي. فهمت؟ ذاك علاش الدوبامين راهو حاجه مهمه في حياه العبد. انت تتنفس دوبامين من الاخر بتعبير مجازي معناها. الدوبامين هو اللي يخليك انت تتحرك كل يوم كي تفيق باش تمشي تعمل حاجه انت فقط على خاطر الحاجه ديك متاكد منها باش تعطيك دوبامين. However, dopamine is so strong it actually can rewire your entire brain. من الاخر الدوبامين قوي بطريقه عنده امباكت كبير عليك انه ينجم يبدلك الطريقه اللي مخك يفانكشني بها. من الاخر طريقتك كيفاش تفكر في الحياه كيفاش تتعامل مع الحياه كل شيء يتبدل. It rewires your brain. من الاخر تصنع لك كانستالاسيون جديده في بدنك في مخك معناها من الاخر باش نقولوها. فهمت؟ دونك كيفاش هي تصير؟ خاطرك انت كي تبدا تعمل في حاجه كل يوم اللي تعطي فيك في الدوبامين هذاك. فهمت؟ اول شيء it's going to create a habit. الهابت هذيك over a long period of time it is going to rewire your brain. واكثر من هكاكا مخك ديما باش يطلب اكثر دوبامين من العاده. اذا كان انت الحاجه هذه ما نعرفش شربت كاس قهوه حلو برشا حطيت فيه زوز مغارف سكر، بالوقت زوز مغارف سكر هذوكم they will become the average sugar rate اللي انت تحطه في قهوتك. دونك you're gonna ask for more. دونك بعد بريود باش تحط اكثر سكر. وهذا يتماشى على كل شيء. حتى موسيقى. You start with rock المرة الأولى. But then over a long period of time rock becomes a little bit boring. دونك هوني خويا you advance to the next step. hard rock عرفت حاجة هكا صاخبة على الآخر اللي تعطيك أكثر دوبامين من العادة. وإكزامبل آخر اللي هو معروف برشا اللي هو drugs. drugs they don't just عرفت exploit your dopamine system, they fucking pound it. they destroy it. أما that's not our topic. كما قلت لكم dopamine توا is one of the biggest drives for human beings. وذاك علاش ثم rat race كامل وكبير باش ينجم يتراكتي الاتونسيون تاعك. وباش يتراكتي الاتونسيون تاعك لازمو دوبامين. هذاك علاش الدوبامين اليوم كما قلت لكم is the currency. الدوبامين هو توا العملة اللي يتعاملوا به الشركات الكل، الابس الكل، البيج تك كومبانيز الكل they're all seeking how to provoke more dopamine في مخك باش انت تعطيهم more attention. And the more attention you give them the more distracted you are, and the more distracted you are the less consistent you can be. It's an easy formula. just لازمك انت تثبت شوية في ما بين السطور كما يقولوها. فهمت؟ So that's what dopamine is.
أما إذا كان تعرف كيفاش تتعامل مع الدوبامين وتخليه يلعب معاك مش ضدك، وقتها تنجم بالرسمي تستغلو باش تصنع مومنتوم وباش تصنع كونسيستنسي. خاطر في الاخر كيما قلت لكم، حاجه كي تعملها بالوقت it becomes a habit، وكي تولي a habit it rewires your brain. اذا كان تعرف كيفاش تستعمل الدوبامين متاعك باش يخليك more consistent و create more momentum، نجم بالوقت rewire your brain. والحكايه الحاجه ديك اللي انت قبل كنت تعمل ايفور باش تعملها، توا تولي لك حاجه based on habit. علاش؟ على خاطر we are habitual creatures. احنا مخلوقات اعتياديه. اي حاجه نعملوها اكثر برشا مرات على وقت طويل تولي حاجه عاده فينا ونعملوها من غير حتى ما نخمو فيها. انت كي تعطي تشرب الماء، كي تحك بلاصه في بدنك ديريكت تحكها، معناها كي تحك بلاصه في بدنك ديريكت تحك اوكي. دونك انت عندك برشا هابتس على خاطرك you're a habitual creature. كيفاش نجمو نصنعو consistency and therefore build momentum؟ It's just methods. عارفوا لي أنا باش نستعمل السبور كإكزامبل، أما الميثودز هذوما they can be used في أي field أنت تحب عليها، في أي pursuit. These methods are applicable في البلايص الكل. In his book The Atomic Habits by James Carl يقول لك إنك أنت أول حاجة لازمك تعمل small goals. كي تطول على روحك خويا وتعمل goals ياسر طوال، ماكش باش تنجم توصلهم. باش توصلهم انت اذا كان باش تعطي ليفور اللي لازم تعطيه، اما ك beginner ولا as a habitual postponer بالوقت باش تفد. خاطرنا mostly ديما في الاول ديما we expect instant results باش نفدو. دونك it's better انك انت تحط small goals، اهداف صغيرة قصيرة المدى توصل لها في ساعة، وكي توصل لها it gives you gratification, it gives you that rewarding feeling. when you get that rewarding feeling you get dopamine، وهكاكا you refuel، تعبي ليسانس مرة أخرى، تعبي الانرجي مرة أخرى باش تمشي للسمول جول اللي بعده. وبالوقت small goals تلقى روحك مشيت برشا وصنعت habit وصنعت momentum. حاجة أخرى زاد يقولها جيمس كارل في الكتاب متاعه، اللي هو إذا كان أنت تحب حاجة ترجع لها مرة أخرى، إذا كان تحب الحاجة أنت اللي تعمل فيها تو تحب تعملها ديما ترجع لها وتضمن أنك مكش باش تفد ومكش باش تبوستبونيها المرة الجاية. يقول لك إذا كانك تكتب ولا تترينا ولا تسمع في موسيقى ولا أي حاجة، المهم تصنع في حاجة، تعمل في حاجة، وقت it starts to feel good، وقت عرفت فك المومنتس اللي ساعات you get into the zone you start feeling good، وقتها تحبس، وقتها تقص وترجع تقول باش نرجع لها غدو. ويقول لك رد بالك تحبس في بوان وين انت فات. مثلا انا بار اكزومبل نترينا، فهمت، نترين وعامل جو على ليزيكزارسيس اللي نعمل فيهم، نبقى نعمل في جو. يقول لك انت فك اللحظه ذيك اللي بديت تعمل في جو، بيان سير مش قص على الانترينمون برا روح، اما once you start enjoying it حبس غادي، فهمت، do your exercises، حبس بعد you finish your exercises you're still feeling good you're still feeling energetic، حبس غادي وارجع غدو. خير من انك توصل تخدم الاكسرسايز بتاعك الكل وكي تحس روحك you're feeling good زيد تخدم اكثر، تبين تتعب، الكورتيزول يطلع اللي هو the stress hormone وتفد، ووقتها خويا كان تحبس غادي ثم possibility كبيرة انك مش ترجع، على خاطر that's the last thing your brain remembers feeling bad. دونك وانتي غدوة كي تجيب ترجع باش مخك instantly is gonna seek comfortable coping mechanisms ولا عرفت comfort seeking mechanisms ديريكت باش يقول لك لا فك علينا، خلينا نرتاح وخلينا مرة أخرى مرة جاي مش تو مرة جاي. دونك انت كان تحبس فك النقطة when you're really feeling good. I assure you اللي انت باش ترجع مرة أخرى. I assure you
اللي انت باش ترجع مرة اخرى. وي ثم الميثود الاخرى اللي هي انك انت you design your environment. to design your environment انك انت خويا تصنع environment اللي هي تشجعك باش ترجع تعمل الحاجة ديك اللي انت تحب تعملها، باش تكمل وما تحبسش. في الاكزامبل متاعي انا مثلا دورت خليت مثلا الالجوريثم في السوشيال ميديا متاعي الكل based on workouts، الكل based on self improvement، الكل based on learning new stuff. دونك انا كي نحل انستغرام I get those dopamine hits اللي يخليوني نخمم في السبور ويخلوني نحب نمشي نترينا في بلاصة ما اني نمشي نلعب جو فيديو ولا جوست نتفرج هكاك في useless brain rot videos اللي ما يفيدوني في حتى شيء. فهمت؟ دونك هوني انا الالجوريثم اللي هي اكثر حاجه انا نستعمل فيها خاطر I'm not innocent كيفكم انتم قاعد نعاني من many other addictions منهم السوشيال ميديا. اما I'm trying انه I keep it عرفت moderate. دونك الالجوريثم نتاعي خليته كله based on workouts, exercise, self improvement, psychology. دونك انا كي نحل حتى الوقت اللي نحل فيه الانستغرام اللي انا نعرف اللي هو باش نعدي فيه برشا وقت، على الاقل I learn new stuff. دونك yeah, you can design your environment. Another thing when it comes to designing your environment هو انك انت تدور عباد اللي هما يخموا كيفك ولا يعملوا في الحاجات اللي انت تحب تعملها. اذا كان انت تترينا دور بروحك عباد تترينا. اذا كان انت you do art, music, drawing, dancing دور بروحك عباد اللي هما they do the same activity. خاطر هما ديما مش باش يخليوك تخرج، كي باش تقعد معاهم في قهوة كي باش تقابلهم باش تحكيو على الحكاية ذيك and there will be some competition زادا كان لازم. دونك هذيك it's gonna keep you more motivated. دونك you design an environment اللي هي ما تخليكش تخرج وتمشي لبلاصة أخرى that does not serve your goals. your environment توا الحاجات اللي هما كانوا يعطوا فيك في دوبامين غلط كيما السوشيال ميديا تولي توا تعطي فيك في دوبامين اللي هو يموتيفيك باش تمشي تترينا في بلاصة ما انك تمشي تتكى تمشي تسكرولي ولا جوست تمشي تعمل حاجة أخرى that doesn't have any value to you. Donc design your environment is very important. الخلطة كما يقولوا بالتونسي، الخلطة أهم حاجة. ثم another tip اللي الحقيقة أنا I didn't use it أما if you want you can do it, it's not bad. فهمت؟ اللي هي gamifying your progress. كيفاش؟ انك انت تاخذ ما نعرفش تعمل you download an app اللي هي that tracks your progress. فهمت؟ and it gives you tips تقول لك راهو اليوم انت you did better than yesterday، انت الجمعة هذه you did better than yesterday، انت الجمعة هذه كليت مخير، الجمعة هذه ترينيت مخير، الجمعة هذه تعلمت new workout، تعلمت new exercise. and it keeps tracking your progress and turning it into a game. You start عرفت collecting XP كما اللعبة like any RPG game. فهمت؟ therefore you enjoy this process more. For me الحقيقة I don't need these gamification stuff to enjoy it خاطر I already enjoy the journey itself. أنا إنه doing the thing for me is the ultimate goal. أنا وقت اللي نمشي نترينا for me I already achieved my goal. عرفت؟ Donc the goal is to do it more than to simply عرفت add stuff اللي هما يخلوني نعمل هالحاجة ديك. فهمت؟ I think the only thing اللي أنا توا نعمل فيه في الوركاوتس متاعي that عرفت external أما it gives me more motivation هي الميوزك. معناها نحط موسيقى to feel better while doing my exercises. Anything besides that ما ثمش الحقيقة. Donc I try to keep my discipline intact. I try to keep my discipline independent. نحاول إني يكون independent from these methods. عرفت؟ أما if it works for you, it works for you. I recommend it, especially if you're a beginner على خاطر you need them to build momentum. Once you build momentum وقت اللي تعمل خويا المومنتوم هذاك وتبدا فك الكونسيستنسي وقتها you can design
design your approach in any way you see fit بالطريقة اللي انت تحسها اريح لك. فهمت؟ اما حاجات هذوما الكل they all need that decision. لازمك انت تقرر خويا انك you make the change. You cannot build momentum و consistency إلا إذا كان أنت تحب. You want to build momentum and consistency. ما تنجمش تعمل حاجة كنكي أنت تحب تعملها. ما لازمكش تعملوا هذا الكل راو على خاطر أنا قاعد نقول لك لازمك تعمله، ولا على خاطر العباد تقول توا المارن إيرا متاعنا كلهم يقولوا لك إنك you should be successful, you should be disciplined, you should be consistent. ما لازمكش تعمله على خاطر أنت تحب تعمل. لازمك تعمل، سامحني، لازمكش تعمله على خاطر العباد يقولوا لك لازم تعمل. لازمك تعمله على خاطر انت تحب تعمل. You should have an emotional connection مع الحاجات اللي تحب تعملها، سينو ماكش باش تكمل فيهم. قلتها مرة ديجا. Most people are not lazy. خاطر lazy it's not an easy word. You cannot say I'm lazy. For me, you're more detached. نجم نقول أنت you're detached from your, emotionally detached from your goal. You're lacking passion. Donc you should find a way how to attach yourself with that goal. You should find a way how to associate yourself emotionally with that goal باش تنجم أنت تكمل فيه. Once you associate yourself, once you build an emotional connection, وقتها تنجم بالرسمي you can unlock motivation you have never seen in yourself. You can unlock energy from within اللي لعمرك كان في بالك بها. خاطر there is nothing more motivating than that emotional connection. You can find emotional connection. الحاجة ديك اللي تعمل فيها لازمك تلقى حاجة تخليها بالرسمي worth your time, worth doing بالرسم. ما نعرفش أنا علاش أنت تحب تترينا في الصالة، علاش أنت تحب تعمل تحب تكتب، علاش أنت تحب تكتب كتاب، علاش أنت تحب تخرج موسيقى، علاش أنت تحب تخرج ك the best employee in your company. maybe على خاطر أنت قبل بوك وأمك they loved you based on effort. or maybe قبل كي كنت صغير you weren't that successful, you weren't that cool, you weren't that successful. Donc you want now انك انت you want to prove yourself wrong, you want to prove yourself اللي انت انسان يستاهل انه يوصل حاجة. علاش انت زادة تحب تبين لروحك اللي انت عبد بالرسمي successful، عبد hard working، عبد who loves what he's doing. Donc try to find a way انك انت تموتيفي روحك. try to find a way اللي يخليك انت connected لك الحاجة ديك باش تعملها. well, it doesn't have to be عرفت something huge. عرفت ساعات تجي بتكون just انت تحب تعملها الحاجة ديك just because it makes you feel good. nothing else can make you feel as good as that. donc تعملها. So reflection is also an important part, an important step to build consistency and momentum. صدقني إذا كان أنت تطبق هذوما الكل اللي قلت لك عليهم consistently، ولا تطبقهم consistently ولا كل يوم ولمدة 20 يوم شهر هكا، you gonna notice اللي أنت you started to build habit، وبعدها أنت تنجم بالرسمي تنجم تكمل بها القدام، وبعد تولي ما عادش تحس روحك تعمل في إفور باش تعمل الحاجة ديك. مش لازم الصباح وأنت تموتيفي في روحك باش تعملها، تولي حاجة نورمال غير ما تشعر تروح للدار من الخدمة بدل دبشك وتمشي تترينا. ما تخمم فيها. it becomes so habitual لدرجة it becomes so بالرسمي ما تخمش فيها. you literally put no effort باش تعمل الحاجة ديك. أول ما بديت نترينا نتذكر كنت بالرسمي من الصباح وانا موتيفي في روحي برا نمشي نترينا اليوم زعما ما نمشيش، زعما فك عليا، زعما ما نمشيش نترينا. اما فرصيت على روحي خاطر I had an emotional connection with my goal. هذا هو اللي انا I'm going to prove to myself اللي انا عبد hard working، اللي انا عبد
who can achieve stuff اللي أنا عبد who's able to make his dreams come into reality. وبعد ما يهمش إذا كان نجحت في الحياة ولا ما نجحتش، أنا جوست نحب نفرض الروحي، نبين الروحي اللي أنا بالرسمي ما ثمش فرق بيني أنا وكل ايدول متاعي اللي أنا أتفرج فيه في التلفزة whoever he is. ما ثمش فرق ما بيناتنا، احنا الزوز نخدموا والزوز حاطين معنا و just someone who got the opportunity and someone didn't. we're still the same, no difference between us. That's how I built emotional connection with my goal. وبعد بالوقت of course you grow up, you advance. ما عادش هذيك emotional connection متاعي. donc I try to find other emotional connections اللي هما they match my new personality. وذيك هي you keep learning how to find motivation, you keep عرفت working, developing, you keep finding new methods and new ways. donc yeah, reflection is very important. لازمك تقعد بينك بروحك وتفهم علاش انت تحب تعمل الحاجه ديك. ما تنجمش تعمل حاجه انت with no reason، مستحيل تنجم تكمل فيها. you need a reason, a purpose. ويمكن one of the best quotes اللي سمعتهم قالها ديفيد جوغنز: the purpose is you. اول حاجه كي تبدا انت تلوج على purpose understand في الاول that you are the purpose. هذه الكل اللي تعمل فيه على خاطرك انت، وبعد جي برشا حاجات اخرين. دونك شنو نجمو نقولوا في الاخر؟ شنو خلاصة القول؟ خلاصة القول: اعطي فرصة لروحك، اعطي فرصة لروحك وقول لروحك اللي انت تنجم بالرسمي تعمل حاجة المرة هذه وتوصل بها للأخير. يزي كل مرة تبدأ حاجة ما تكملهاش، يزي انت خير من هكاكا برشا. انت عبد كيف اي عبد اخر وصل للحاجات اللي حب يعملها. ثم حتى فرق ما بيناتكم. you were both born from a loving mother or from a loving father. you both went through hardships. الزوز تعديتوا بمصاعب، تعديتوا بobstacles، والزوز تنجموا كيما هو تخطاها انت تنجم تخطاها. حاول انك تعطي فرصة لروحك، وحاول انك بالرسمي تعمل حاجة كل يوم وتؤمن انه الحاجة هذه في وقت من الاوقات باش تعطيني ريزولتا. مش اليوم، مش غدوة، مش بعد غدوة، مش شهر جاي ومش العام الجاي، اما I'm sure اللي هي في نقطة معينة باش تعطيني اللي حاجتي بيه. it's going to add up to a certain point. هذه الكل مش باش يمشي بالفارغ، باش نستحقوا نهار باش يعطيني ريزولتا مهما كانت صفتها كبيرة صغيرة. باش تكون ثم ريزولتا اللي باش تخليني نحس روحي فخور بروحي. it makes me feel proud of myself, makes me feel happy with myself, and most importantly makes me love myself more. خاطر شفتهم الاكشنز هذوما الكل اللي انت تعمل فيهم to build momentum, to build consistency. that's self-love. that's self-love. My main emotional connections أنا كعبد توا with the things I do consistently on a daily basis هو it's self-love. أنا كي نمشي نترينا في الصالة I'm loving myself. كي نمشي نخدم ونعطي إفور باهي في الخدمة I'm loving myself. كي زادة نقابل أصحابي ونعملهم بالباهي ونسأل عليهم وقت من ساعة لساعة I'm also loving them and loving myself. Donc self-love for me is now the ultimate emotional connection with everything I do. وكما أنا لقيت my emotional connection و I built momentum, I built consistency, أنت زادة you're capable of doing that. I met many people في الحاجات اللي عملتهم الكل. They all shared one thing: potential راهو بالرسمي موجود عند الناس الكل. الناس الكل عندها potential. جيست لازمك تلقى the trigger، تلقى the switch، عرفت؟ تلقى الحاجة اللي تخلي البوتنشل متاعك يمانيفستي in real life. وصدقني you're capable of change. You're capable of change. You just have to decide. quote سمعتها من أحسن الquotes تقول change is willing to take place in an instant if you are willing to flip the switch. Think about that.
see you soon.